السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في قناتي، قناة حدث وحديث ومنوعات. المشاهدين الكرام، قبل أي حاجة طبعا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنتكلم في كذا حاجة. طبعا عندنا رقم واحد المدير الفني للأهلي رئيس سروب، الراجل دنماركي، كان بيدرب في ألمانيا وطبعا جه النادي الاهلي، وطبعا دلوقتي عمال يعمل جولات. وكان طبعا امبارح كان بيتفرج على الماتش بتاع غينيا بيساو اللي احنا غلبنا فيه 1-0. ده الحاجه الثانيه، طبعا بحب ابارك للمنتخب آه، بعد ماتش جيبوتي. صعدنا كاس العالم. بتمنى بتمنى ان شاء الله ان ما يبقاش تمثيل مشرف. ان شاء الله بتمنى ان احنا نروح كاس العالم ونعمل انجاز، ونروح لابعد ابعد حته في كاس العالم. وطبعا المنتخب ان شاء الله عنده كاس الامم الافريقيه، تصفيات كاس الامم الافريقيه ان شاء الله. فتصفيات كاس الامم الافريقيه هتكون بوابه ان احنا ندخل منها لكاس العالم ان شاء الله. بطلب من الكابتن حسام حسن ان احنا خلاص، انت ان شاء الله صعدت، وان شاء الله عايزين نشوف كوره كويسه. يعني طبعا الجزائر بتشرفنا، والتونس بتشرفنا، والمغرب بتشرفنا كعرب يعني. وعايزين مصر اللي هي اسست الاتحاد الافريقي يكون ليها دور جامد في كاس الامم الافريقيه. احنا بقالنا كتير ما خدناش، ويكون لينا بصمه جامده في كاس العالم. بنتمنى من الجهاز الفني المصري، كابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن والكابتن طارق سليمان والكابتن سعفان الصغير وكل الجهاز الفني لمنتخب مصر. طبعا الحاجه الثالثه والمهمه، انا طبعا راجل اهلاوي، بس الكوره ما تنفعش من غير الاهلي والزمالك. طبعا الزمالك بيمر بضيقة مالية جامدة جدا. طبعا احنا بنتمنى نشوف اولاد نادي الزمالك واللي بيشجعوا نادي الزمالك يقفوا جنب نادي الزمالك. عايزين نشوف نادي الزمالك يا جماعة خيره على كل اللعيبة اللي لعبوا في نادي الزمالك. يعني في عائلات بيطلعوا، طبعا احنا عايزين نشوف بقى الحاجات دي عملي. في ناس بتطلع في نادي الزمالك تقول انا زملكاويه، وعائلات كبيره. يعني الزمالك ليه برضه مشجعين، وهي الكوره يا جماعه في مصر اهلي وزمالك، شاء من شاء وابى من ابى. يعني انا احب نادي الزمالك يكون جامد وانا اكسبه، عشان هما الانديه اللي في مصر الاهلي والزمالك. بتمنى اشوف ولود نادي الزمالك واقفين جنب ناديهم. لو كل لعيب من اللعيبه اللي لعبت في نادي الزمالك دفع مبلغ، معلش يعني، هيبقى فيه فلوس كتير جدا جدا جدا. يا جماعه هي ما فيهاش عيب، لازما اداره تيجي اداره اقتصاديه.
تعرف تعمل موارد تجيب لنادي الزمالك. يا جماعه نادي الزمالك مش صغير، نادي الزمالك ونادي الاهلي ما هو دي انديه كبيره، ونادي الاتحاد السكندري ونادي الاسماعيلي. آه، فولود نادي الزمالك يقفوا جنبه رجال الاعمال، الناس اللي بتتشدق ان هي من نادي الزمالك. يعني انا عندي حل، هو كل واحد، هو طبعا المشجعين لو هم قادرين يدفعوا فلوس، يدفعوا فلوس المشجعين، مع ان المشجعين بيخسروا، الجمهور هو اللي بيخسر مش اللعيبه اللي بتاخد فلوس. انا نفسي اشوف كده الناس اللي في قناه نادي الزمالك تتنازل بس على جزء بسيط من الراتب اللي بياخدوه، اللي هم طالعين يقولوا لازم احنا نقف جنب النادي والحاجات اللي زي كده، واللي هم البتاع اللي هم اسمهم المذيعين اللي بيطلعوا، ما دول زملكاويه. لو انت تستقطب كده من مرتبك شيء وتدفعه لنادي الزمالك، والناس اللي هي بتشجع نادي الزمالك كباتن نادي الزمالك، ما هو دي كلها حلول. الاداره لازم تشوف موارد يا جماعه. اما يكون انت كل ما يجي لك لعيب يقوم رافع عليك قضيه، انا مش عارف اللعيبه دي ازاي تبقى رافعه قضيه وبتلعب في الملعب. ما اعرفش، سبحان الله. الناس لسه جايه ما بقالهاش شهرين من ساعه ما الدوري بدا، ولا شهرين وشويه، وبرضه نفس القصه، رافعين قواضي على نادي الزمالك. ماشي حقهم واكل عيشهم، واللي هنفضل نقول للصبح، بس هو النادي الزمالك مش هياكل يعني، ده في ورق، مش هياكل على اللعيبه حقها. ما هو ده اللي احنا بنقول الفرق بين نادي الزمالك والنادي الاهلي، هي الحته الاداريه يا جماعه. ما هو ده لعيب زي ده، يعني اللعيبه هنا زي اللعيبه هنا، بس هنا بيجوا اخر الشهر كل لعيب بياخد الفيزا بتاعته ويصرف مرتبه. ده الاداره اللي بتعمله، الاداره بتوفر موارد. الاداره اللي ما توفرش موارد، انا راجل اهلاوي بس انا بقول اهو، الاداره اللي ما توفرش موارد تمشي وتيجي غيرها توفر موارد. ما احنا شايفين نادي الاسماعيلي اهو، نادي الاسماعيلي الهبوط اتلغى عشان السنه اللي فاتت، واهو الاسماعيلي برضه مش كويس، ماشي وحش، وانا زعلان والله على نادي الاسماعيلي اللي كان بيطلع اجيال. فيا جماعه يا ريت رجال الاعمال الزملكاويه يقفوا جنب ناديهم، يا ريت اللعيبه الزملكاويه اللي هم لعبوا في نادي الزمالك وخير نادي الزمالك عليهم يقفوا جنب نادي الزمالك. يعني معلش النهارده كل واحد عمال يتكلم ويقول لك انا بحب نادي الزمالك، بس بين بقى برهان، برهن على الكلام ده. وبرده انا بقول لو عجبكم الفيديو ريت تعملوا لنا لايك وشير، و... وان شاء الله لو حاجه في التعليقات قولوا لنا. وزي ما انا متعود ان انا ان شاء الله يعني الفيديوهات بتاعتي بقول مساءكم برضه فل وخير وبركه من الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.